البنتين اللي شايفينهم قدامكم دول في الستينيات والسبعينيات اتقتلوا بطريقة من أبشع الطرق اللي ممكن تسمعوها، والفرق بين قتل كل واحدة والتانية هم 5 سنين، ولكن فرق المسافة ما بينهم هما الاتنين هي 3 كيلو بس، والقاتل هو شخص واحد وبيتعرف بعد 60 سنة من خلال سنانه. وقبل ما نبدأ في أي تفاصيل يا ريت ما ننساش ندعي لإخواتنا وأهلنا في السودان وفلسطين ربنا يزيح عنهم الغمة، ونصلي بينا كمان على حضرة النبي. وبسم الله ونبدأ بكهات جديدة. في 3 نوفمبر من سنة 63 بنت من البنتين دول وهي ديان عاشت يومها العادي جدا. في اليوم ده المبنى اللي شغالة فيه ديان كان مليان على آخره، والعمال بيخلصوا ورديات نهاية الأسبوع اللي خلصت الساعة 3:30 العصر. وبطبيعة شغل ديان كسكرتارية كان الطبيعي بتاعها إنها تتأخر ساعة كمان بعد باقي العمال ما يخلصوا. وعدت الساعة وجت الساعة 4:30، وديان كانت متعودة دايما بعد انتهاء ورديتها إنها تقابل صاحبتها المقربة وهي زمر. وشغل صاحبتها دي كان قريب من الشغل بتاعها، وكانوا متعودين كل يوم إنهم يتقابلوا ويروحوا البيت مع بعض. ولكن في اليوم ده ديان تتأخر زيادة عن صاحبتها زمر، وده ما كانش طبيعي لواحدة زي ديان اللي اتوصفت إنها شخصية منضبطة جدا حتى في المواعيد بتاعتها. زمر صاحبتها وهي واقفة مستنياها عدت عليها زوجة صاحب الشغل اللي شغالة فيه زمر، وعرضت عليها إنها ممكن تاخدها بالعربية بتاعتها ويروحوا يطمنوا على ديان في الشغل بتاعها. وفعلا زمر وافقت وراحت معاها لحد مكتب ديان، واول ما وصلوا لقوا المكتب فاضي. بصوا من ورا الازاز لقوا الجاكيت بتاعها متعلق، شنطتها موجوده على المكتب، ولكن ديان مش موجوده. وبجمله الغموض بقى يا شريك العزيز ان الباب كمان كان مقفول. دينيس اخو ديان كان بيشتغل في مصنع جنب شغل اخته، وعشان كده زمر ومرات المدير بتاعها قرروا ان هم يروحوا له يمكن تكون ديان راحت عنده. ولكن ديان برضه ما راحتش لاخوها، وعلى طول الثلاثه قرروا ان هم يرجعوا لشغل ديان مع بعض. ولقوا ساعتها مشرف من المشرفين راجع الشركه من تاني، فسالوه قالوا له طيب راجع الشغل ليه تاني يا سيدي؟ قال لك بعد ساعات العمل الرسميه لقيت ان الدنيا ممكن تكون هاديه، وده وقت مثالي ان انا اخلص فيه شويه اوراق مع نفسي. المهم ان الوقت ساعتها كان عدى تقريبا لحد 5:15. المهم يروحوا عند المكتب مره تانيه، يفتحوا الباب، وهنا يتفاجئوا بالمنظر المرعب. اول ما دخلوا المكتب لقوا نهر من الدم مغرق الارض كلها، وجثة ديان مرمية على الارض ومطعونة كذا طعنة، والفستان اللي كانت لابساه مرفوع من على رجلها ومتعلق ما بين كتافها، ولكن ملابسها الداخلية كانت سليمة. وعلشان كده الشرطة في الأول قالت إن مفيش أي اعتداء جنسي، لأن المعاينة المبدئية كانت بتقول إن مفيش أي آثار كانت موجودة للعنف. ولكن تقرير الطب الشرعي بقى بيقول غير كده تماما. ولو كل اللي قلته لكم فوق بقى كان بالنسبة لكم هو الصدمة، فتعالوا بقى أديكم الصدمات الأكبر. الطبيب الشرعي قال إنها تعرضت ل 106 طعنة بسكينة من المحتمل ان يكون طولها حوالي 3 بوصة، وطول الجروح ما بين نص ل3/4 بوصة، وعمقها من 2 ل3 بوصة. وانتم متخيلين معايا بشاعة المنظر عاملة ازاي؟ وكمان بيثبت الطب الشرعي انها حاولت انها تدافع عن نفسها، وده اللي كان واضح جدا من علامات الجروح الدفاعية اللي كانت موجودة على دراعها وعلى كف ايديها. وكمان تعرضت لكسر في عظمة الأنف. وبالمناسبة إن كان في واقعة تانية حصلت قبل الواقعة بتاعة ديان دي بحوالي كام شهر، والواقعة دي سببت خوف كبير لأهل المدينة، لأنها كانت جريمة قتل وفي نفس الوقت لبنت صغيرة عندها 10 سنين، ولكنها ما كانتش بنفس بشاعة القضية دي. وكانت ديبي أخت ديان الصغيرة كانت خايفة جدا لأن الضحية يعتبر كانت في نفس سنها، ولكن ديان كانت دايما تطمنها وتقول لها ما تقلقيش احنا كلنا جنبك. وكانت حتى بتحاول دايما تطمنها ان ما تخافيش احنا عندنا في المدينة هنا الموضوع آمن وهادي ومفيش يعني جرائم بشعة من دي ممكن تحصل كتير. ولكن للأسف كان فيه. جنازة ديان طلعت من كنيسة سانت ماري القريبة من بيتهم، وجابوا كمان خطيبها من الجيش بتاعه علشان يودعها، والكل كان في وضع صعب جدا والحزن مخيم على البلد كلها. وطبعا الشرطة في الوقت ده كانت عاملة أقصى جهودها علشان تحل الغموض بتاع القضية دي، وبدأوا إن هم يحطوا شوية تصورات للي ممكن يكون حصل. وقال لك إيه بقى؟ قال لك إن ديان اتعرضت لكمين وهي بتقفل باب المكتب بتاعها
وكانت مروحه. وقال لك ان في الغالب الشخص اللي هاجم ديان ده هي عارفاه كويس، وان الموضوع ما كانش بالصدفه ولا بايلك، ده حد عارفها كويس وعارف انها هتكون لوحدها، وعارف كمان الوقت اللي بتخلص فيه الشغل. وبالاستنتاج المبهر ده بقى كل اصحابها واهلها وزمايلها في الشغل في دايره الشك. والحقيقه ان الشرطه ما قصرتش نهائي في شغلها، لدرجه ان في 7 محققين كانوا شغالين على القضيه دي لوحدها بس، وقدروا ان هم يجمعوا اكتر من 100 قطعه دليل من بصمات الاصابع اللي موجوده في مسرح الجريمه، وكمان لبسها اللي كان غرقان دم. وعملوا اكتر من 500 مقابله تحقيق في محاولات فظيعه للبحث عن الحقيقه، ولكن للاسف ما كانش فيه اي نتيجه واضحه. في البدايه خالص حددوا 6 اشخاص في دايرة الشك والاتهام، وكان لكل واحد منهم سبب قوي علشان يتهموه، ولكن على النقيض كل واحد منهم كان عنده عذر أقوى من التاني. وكان أهم واحد في ال6 دول هو ابن رئيس الشغل اللي موجودة فيه ديان، والبي ده كان مشكوك فيه بسبب ان هو بيتردد على الشغل باستمرار، وغير كده كمان ان هو كان بيحاول يتودد لديان. وحتى باتي اخت ديان قالت انا فاكره التفاصيل دي كويس، وديان كانت بتحكي لي دايما ان هي مش بتستريح، ولكن بعد التحقيق المكثف معاه اكتشفوا ان هو عنده اعذار قطعيه، وبالتالي طلعوه تماما بره دايره الاتهام. وللاسف كل يوم بيمر التحقيقات مش بتوصل لاي جديد، وتقريبا كده ان القضيه بتاعه ديان دي تتحط في خانه ضد مجهول. ويؤسفني ان انا اقول لكم ان التفاصيل المأساويه ما انتهتش عند هنا، لان والدة ديان اتشخصت بمرض السكري قبل يوم واحد بس من وفاة ديان. وطبعا وقتها الطب ما كانش متطور، ومرض زي السكري كان مرض صعب جدا ومش بسهولة ان هو يتعالج. وبعد كام سنة، وتحديدا في سنة 73، تنتهي حياة والدة ديان عن عمر يناهز 50 سنة بسبب فشل في القلب. وللأسف ان والدها كمان يحصل والدتها بعد 3 سنين من وفاتها بسبب نوبة قلبية. ونانسي أختها كمان تحصلهم وتموت وهي عندها 58 سنة. وأخوها دينيس كمان اللي مات بجلطة دماغية بعدهم عن عمر يناهز 50 سنة. ويقال إن هم كلهم ماتوا من الحزن والقهرة على ديان. وبالمناسبة إن كان من أهم الحاجات اللي عملتها الشرطة إنهم بعتوا استبيان لكل شركات الشحن اللي كان ليها تواصل مع الشركة اللي شغالة فيها ديان. وكان في الاستبيان ده انهم طالبين من الشركات دول يبعتوا لهم سجلات التعامل ما بين الشركتين مع بعض. وكان من الشركات دي شركة واحدة بالفعل هي اللي ردت وقالت ان كان في طرد حد استلمه من 4 أيام في الشركة بتاعة ديان. ونيجي بقى للتسعينات، وزي ما انتم عارفين كانت بداية ظهور الأحماض النووية، وده كان يعتبر بريق الأمل للشرطة اللي هو يلا بقى هنلاقي الفاعل. ولكن للأسف يخيب أملهم، لأن الحمض النووي اللي معاهم ولا متسجل في قواعد البيانات بتاعتهم ولا مربوط بأي شخص، واللي كان على رأسهم طبعا ابن مدير الشركة واللي كانوا شاكين فيه أصلا، واللي هو أصلا توفى سنة 91. ولكن القضية تفضل مفتوحة ولسه عندهم الأمل. ولكن هنا ياخدوا الصدمة الكبيرة، وكمان ياخدوا معاها الألم المحترم من القاتل نفسه. البنت اللي شايفينها قدامكم دي في سنة 71 نزلت من بيتها عادي رايحة شغلها الساعة 5 المغرب، واليوم ده كان بيصادف يوم الأربع. ويوم الأربع ده بالذات كانت متعودة وهي نازلة من البيت تسيب نوت لأهلها، ولكن في اليوم ده تحديدا ما تسيبش أي حاجة. فأهلها افترضوا إن ممكن تكون مثلا كانت نازلة مستعجلة ونسيت ولا حاجة. ولكن لما الساعة تيجي 9:30 وبنتهم لسه ما رجعتش، قلقهم هنا يبدأ يزيد، وبدأوا ان هم يسألوا الأهل والجيران والمعارف والصحاب، لحد ما أصحابها قالوا ان هي بالفعل كانت معاهم والوقت سرقهم وهم مع بعض لحد وقت الغروب، وان كل اللي يعرفوه ان هي روحت على البيت ولكن من طريق مختصر كده بيعدي على غابة. تاني يوم ولد صغير عنده 11 سنة واسمه روبرت ماشي مع والده في الطريق بتاع الغابة ده، ويلاحظ حاجة موجودة على الأرض وكأن حد نايم على الأشجار والأعشاب اللي على الأرض. والطريق ده كان معروف إن هو طريق مخصص للكابلز، فتوقعوا إن ممكن اللي يكونوا نايمين على الأرض هم كابلز نايمين مع بعض ولا حاجة. ولكنهم لما يقربوا يكتشفوا إنها بنت ونايمة لوحدها، فعلى طول يتصلوا بالشرطة. الشرطة أول ما يجوا يكتشفوا جثة هامدة ومطعونة حوالي 60 طعنة، ودراعاتها مربوطة بحبل، وملابسها الداخلية أعزكم الله مشدودة لتحت. وكمان يكتشفوا تيشيرت صوف
محطوط على وشها، والشكل العام طبعا بيوحي بالاعتداء الجنسي. وحسب تصريحات الشرطة ان البنت دي اتخلص عليها حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، واول حاجة عملوها انهم يستدعوا والدها علشان يتعرف على جسد بنته، واللي بالمناسبة البنت دي كان اسمها تيري لي أردمان. ودي كده تعتبر قضية القتل الثالثة اللي ورا بعض، والشرطة لحد النهاردة مش قادرين يوصلوا مين الفاعل. وتعدي السنين ونوصل لسنة 2011، السنة اللي هياخدوا فيها عينة من جثة تيري بعد ما شرحوها، وحددوا ان الحمض النووي ده كان يخص ذكر. ولو تفتكروا في البداية خالص ان قلت لكم ان الفارق الزمني والمكاني بين البنتين كان قريب جدا، وهنا ضباط التحقيق كان توقعاتهم ان الفاعل هو شخص واحد، لان البنتين بنات صغيره مراهقه، والبنتين عدد طعنات كبير في جسمهم وبمنتهى العنف، وكأن الفاعل كان في حاله هيجان ومش طبيعي. وحتى الاتنين تم الاعتداء الجنسي عليهم بطريقه مقرفه وصعبه جدا. وهنا بياخدوا الحمض النووي اللي موجود في جسد تيري علشان يقارنوه في قواعد البيانات بتاعتهم، ولكن مع كل اسف ان العينه دي ملهاش اي تطابق مع اي شخص على القواعد بتاعه البيانات الجنائيه، ومعنى كده ان الفاعل هو شخص عادي زينا، مش مجرم وملهوش سوابق. ونطلع بالزمن حبه حلوين بقى لسنه 2023، واللي علم الانساب والاحماض النوويه اتطوروا فيهم بشكل مرعب جدا، وقدروا من خلال تقنيه اسمها الجينولوجيا الوراثيه ان هم يحددوا مشتبه فيه، والمشتبه فيه ده يكون هو بايرون تابندروف. وكنت بتمنى والله ما يطلعش هو عشان ما اقعدش انطق اسمه كتير، بس للاسف طلع هو ابن الصرمه. المهم ان المعلم ده كان سواق لشركه شحن، وكان من ضمن الطريق بتاعه الشركه اللي شغال فيها البنت الاولانيه وهي ديان. بس ثواني، انت في البنت الاولانيه قلت ان الشركات ردت وقالت ان مفيش اي توصيلات تمت في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه. عليك نور، احبك كده وانت مركز لي. وده بالفعل اللي حصل، لان بايرون جاله تسليم طرد قبل 4 أيام من وفاة ديان في نفس الشركة اللي شغالة فيها ديان، وعلشان كده في اليوم ده كان عنده معرفة بتخطيط المبنى وديان بتخلص امتى وبتروح امتى. بس ثواني، انا مش عاوزك تفرح، لان دلوقتي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. انتوا فاكرين القضية اصلا كانت سنة كام؟ طب واخدين بالكم احنا دلوقتي سنة كام؟ للأسف ان الراجل ده عاش لمدة 80 سنة ومات في سنة 2008. ومش عاوزكم برضو تزعلوا قوي، لان الراجل ده في الغالب وراه نسب، مش مقطوع من شجرة يعني، وان شاء الله ما يكونش مقطوع من شجرة فعلا. وعلشان كده قدروا ان هم يتوصلوا ل2 من ولاده، اللي واحد منهم وافق ان هو يديهم الحمض النووي بتاعه، وقارنوا العينات واخيرا تطلع النتيجة ايجابية. والحقيقة ان زفت الطين ده كان راجل مخلص جدا لزوجته اللي كان اسمها جويس لمدة 57 سنة، وأب بيحب ولاده ال6، وكمان جد ل6 أحفاد. من الآخر راجل طبيعي جدا ومفيش عليه أي شك تماما. وللأسف إن اللي أحكيه لكم ده ممكن يحزنكم أكتر أصلا من كل اللي فات. في أغسطس من سنة 75 بايرون للأسف يدوق من نفس الكاس. بنته باتي اللي عندها 17 سنة تم الاعتداء عليها وقتلها، واترمت جنب رصيف على بعد كام مبنى بس من البيت بتاعها. ويتعرف الجاني من ساعة كانت موجودة في مسرح الجريمة، ويعترف كمان الجاني انه كان تحت تأثير مخدر اسمه LSD، وده من اكتر عقاقير الهلوسة اللي بتعلي درجة حرارة الجسم وكمان بتعلي نبضات القلب، وفوق كده كمان ان هو كان شارب معاهم كحوليات. ده انت يا معلم خليت دماغك تعمل سكرين شوت. المهم ان لسه انتقام ربنا ما خلصش عند هنا، لان سنة 87 ابنه مارك واللي عنده 34 سنة يقتل مراته ليندا ببندقية الصيد اللي موجودة في بيته، وبعد كده يضرب نفسه بيها هو كمان وينتحر وراها. واللي تكتشف الجريمة دي بنتهم اللي عندها 15 سنة الساعة 7 الصبح. وجويس مرات بايرون كانت مستغربة جدا هي ليه عيلتها بيحصل فيها كمية الحزن دي، وحتى ان هي وصفت ابنها مارك ان هو عنده مشاكل نفسية غريبة ومش فاهمة سببها ايه، ولا حتى فاهمة سبب انه ليه يقتل ليندا مراته. جينات بقى تقولي ايه، طلع لابن الصرمة الكبير. المهم ان السلطات خرجوا الجثة بتاعت بايرون وخدوا عينة من اسنانه علشان يجمعوا عينات اكتر يتأكدوا منها 100% ان هو الفاعل. واخيرا ورسميا يعلنوا في 2 اكتوبر من سنة 23 ان هو الجاني بالفعل
في القضيتين. وعلى فكره انا كنت فاكر زيكم ان المجرمين اللي ليهم سوابق هم اللي بيعملوا جرائم من النوع ده بس، ولكن للاسف دول في منهم كتير، وحتى ده واحد تاني منهم ممكن تشوفه من الفيديو ده وهتعرف انا اقصد ايه. فربنا ان شاء الله يحميكم من شرور الاقدار وكمان من نفوس البشر، وخلوا بالكم بقى من نفسكم لحد ما اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير. سلام.